بتحب الفلوس، وابنك كمان كان بيحب الفلوس. عاملاله عند راجل كبير، ومش عاملاله هو بس، عامله اللي مرحبا. طلع علينا واحدة دجالة مسمية نفسها دكتورة بتنجان، مش عارفة دي جاية لنا منين، وعمالة رايحة مع الرايح وراجعة مع الراجع. وقت ما تجيلها الهفة كده تضرب لها شعرها كده ب3 4 أنابيب أكسجين، وتطلع تهاجم بنت شفاعات والممثلة، وعندي فيوسات وهعمل فيكوا وهسوي وحماتك والست الطيبة، وتفضل بقى تعمل. اول ما تيجي تتحقن وتقبض وتروح تضرب لها 3 4 عمليات تجميل. حلو النيولوك الجديد على فكرة اللي انت طلعتي علينا بيه، تتقلب الآية 180 درجة. انت فاكرة المصريين دول ايه، خرفان بتسوقيهم؟ انت هطلة ولا عبيطة؟ انت تطلعي علينا النهاردة تهددي اللي عايزة تهدديه عشان تقبضي يا دجالة، وبعد كده لما تقبضي تطلعي تقلبي الآية 180 درجة، وطول ما انت قاعدة انا عملت وانا سويت وانا قلت لفلان وانا قلت لعلان. انت كراماتك خليها لنفسك، دي المفروض يتقبض عليها من وزارة الداخلية. دي طالعة تهدد الناس بالجن والشياطين، احنا عمرنا ما شفنا كده. قرآن ايه اللي انت بتكلمينا بيه؟ انتوا كرهتوا الناس في القرآن. انت طالعة تكلمي الولد كده ليه؟ انت طالعة تكلمي الولد انك اله وهو مات ودخل تحت الحساب. انت بتكلميه كده ليه؟ واقرا القرآن وفي نفسك. والذنب اللي انت ارتكبته ذنب ايه يا مذنبة؟ ذنب ايه اللي ابراهيم هيذنبه؟ وهو عيل بيتعالج من الكانسر ليه سنة ما كانش لاقي ياكل، وانتوا اللي طلعتوا قلتوا الكلام ده. هو انتوا واخديننا كده فحت وردم رايحين جايين على مزاجكم؟ وعلاقات نسائية ايه اللي انت طالعة بتتكلمي عليها؟ علاقات نسائية ايه؟ هو كان مريض كانسر ولا كان عنده علاقات نسائية؟ ما تحترموا عقولنا شوية. هو مريض الكانسر النهارده بيقدر على علاقات نسائية، وقبلها ما كانش قادر يدفع ايجار بيته، هيعمل علاقات نسائية وهي اساسا بنت شفاعات كانت بتسيبه عشان يعمل علاقات نسائية؟ بتنتهك عرض حرمة الميت. ده لو الواحد لسانه عاجز ان هو يوصفك بايه. دجالة المفروض دي يتقبض عليها علنا. بتطلع تكلم الناس، مرة خدت لها محتوى التاروت والابراج والحاجات دي، فشلت، دخلت للناس في الجن والشعوذة. وانا 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 في ايه يا ماما؟ وانت بعيدة عن ام ابراهيم. وانا قلتها قبل كده، الست دي اللي هيتعدى حدود الادب معاها هيلاقيني انا قدامه. طالعه تتطاولي وتقلي ادبك وتهددي الست الكبيره. نسمع مع بعض ونشوف الدجاله بتقول ايه. هتهدى خالص، والولية حماتها لو ما لميتيش نفسك هشغلك حاجات من هنا، خليكي انت وعيلتك تقعدوا تلفوا. قلتلكوا اللي بحط السبوت عليه ما بسيبوش. ولولوا عليكي ساعة وسكتوا، ولولوا عليكي وعلمنك. هي مين دي اللي ولية؟ دي هانم وست الهوانم، ست هانم ما بتطلعش تسولت من حد، ربة رجالة وهوانم ما بتطلعش تتسول من حد ولا بتدعي الشرف وهي معدومة الشرف. هي مين اللي ولية؟ يا 30 ولية. ولولوا عليكي ساعة وسكتوا. وبعدين هتعملي لها اسبوت ايه اللي هتحطيه عليها؟ هتشغلي الجن عليها اشتاتا شغالي جنك بعيد عن الست الغلبانه. يا الواحد مش عارف يوصفه بكلمه، يعني يعف اللسان عن نطقها. نستكفى بكلمه دجاله الى ان كده ربنا ييسر ونعمل لك الفيديو الجاي ونوصفك الوصف الصح. انت مالك ومال الست الغلبانه؟ انت قبضتي؟ انت رحتي عملتي عمليات التجميل على حساب الست الغلبانه؟ ما تلموا نفسكم شويه، انتوا بتستقوا على الست الغلبانه. انتوا كل واحده طالعه ترمي كلمتين على الست الغلبانه.
ما تلموا نفسكوش، الله يولولوا عليكي وعلى اللي مشغلينك وعلى اللي مقبضينك. لو ما لميتيش نفسك لموكي من تحت قطر. هشغلك لمي حاجات نفسك من انت يا هنا، مبحترة. خليكي انت وعيلتك تقعدوا تلفوا. لمي نفسك انت يا مبحترة الاول. عليه ما بسيبوش. اثبت جنانك ولا مجانينك ولا الجن بتاعك دجالة على وشك باين. بص، عايزين تعيشوا في القتة المحلولة. القتة المحلولة دي عايش فيها امثالك المرتشين ميتيش نفسك، هشغلك حاجات من هنا، خليكي انت وعيلتك تقعدوا تلفوا. قلت لكم اللي بحط السبوت عليه ما بسيبوش. يا وليه بتاعت الاسحار يا معفنه. والله ما معفن غيرك ولا بتاعت اسحار غيرك. ما انت اللي طلعتي كلمتي ابنها قدمتيه قربان. قولي لي قدمتي الواد قربان؟ طالعه ماسكه نفسك عامله نفسك الهه علشان على الولد، ها، وعماله تقولي له الذنب اللي انت ارتكبته، الذنب اللي انت ارتكبته. والوليه دي انت والله انا ما شفت معفنه غيرك. اوعي تكوني شايفه نفسك في شويه الاكسجين اللي انت ضرباهم. دي ست شقيانه ربة اجيال، كانت بتبيع شويه عشان تاكلها بالحلال، مش قاعده بتساوم ده وبتنتفع من ده وبتاخد من ده وبترشي ده. زي ما رحتي رشيتي اتصلتي بالمحامي ترشيه ب1,000,000 جنيه. كنت عايزه ترشيه ب1,000,000 جنيه ليه؟ كنت مشغله التسجيل ليه؟ بقى المشبوهين هم اللي بيتكلموا على الست الشقيانه. بتهدديها بايه؟ بالجن بتاعك. طب يلا سخري لي انا الجن بتاعك اهو، انا موجوده يا بتاعت انا وانا وانا. وعلى وشك باين. عايزين تعيشوا في القتة المحلول. على وشك انت باين الصفار، على وشها باين الشقة، على وشها باين الشقة والشقة والشقة. انت على وشك باين الصفار، باين الغل، باين الانتفاع، باين المساومة الدنيئة على حساب الست الكبيرة. فبلاش. اقفلي يا اختي البرنامج وادخلي نامي قبل ما النوم يغلى عليكي. ما تقفلي يا اختي انت البرنامج وتدخلي تنامي يا ماما. هو انت بتنصحيها بايه يا ماما؟ ما تدخلي انت يا ماما تقفلي البرنامج وتنامي يا ماما. انت بتملي شروطك على مين يا حلوه؟ ها؟ قتت محلولة ايه يا ماما اللي انت شايفاها زيك عماله تساوم في ده كل يوم بكلمه وكلمتين؟ هي مين دي يا ماما؟ اتكلمي على قدك، اتكلمي على قدك. قتة محلوله. لا ده خير ابنها اللي اتسرق اللي انت بتقبضي منه دلوقتي. في ام ابنها مات، تطلع يقعدوا لغايه الفجر قاعده مستنيه وليه. ولولوا عليكي ساعه وسكتوا، ولولوا عليكي وعلى اللي منك كلهم ساعه وسكتوا. مستنيه ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ ما طلعتيش يا اختي قولش الكلمتين دول اللي قبضتك اللي جوزها ما كانش كمل 40 يا اختي وكانت قاعده عماله تلعب مع الكويتي والعراقي والبنغالي. ها؟ ما طلعتيش يا اختي قلت لها ولا عشان قبضتي؟ ما طلعتيش قلت لها ليه عيب تحضري فرح في ايتاي البارود وتلبسي تايجر وجوزك ما كملش 40 يوم؟ تستوي على ست كبيره يا دجاله، يا دجاله. مستنيه حد يخش يقولك اشتميها شويه عشان يديكي دعم. هي والخروف اخوه الخروف الكبير بدل ما يقولك عيب. الخرفان هتلاقيها ببيتك مش عندهم. الخرفان هتلاقيها ببيتك وهي ما بتسبش حد. الست متربيه. الست اتثبت من الميديا كلها وقالت انا ليا ربنا يرد غيبتي وسخر لها ولاد الحلال يولولوا عليكي ساعه ويسكتوا يا دجاله. وده بمثابة بلاغ، وانا هنزل ايميل وهكتب ايميل تاني النهارده لوزارة الداخلية لانك دجالة بتدعي اشياء غير موجودة. هتسخر الجن لده وهتسخر الجن لده وهتعمل لده، وماسكة ميت تجلده وهو على فراش الموت وتقول له ذنبك وذنبك. ابقي بصي في المراية انت وشوفي ذنبك. اصل الظلم ظلمات، مش هينفعك الورق الملون ولا الاخضر. فاتكم القرف.